الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. في الآونة الأخيرة جرى حديث عن نية الحكومة السورية، حكومة ما بعد بشار الأسد أو ما بعد خلع نظام بشار الأسد أو حكومة أحمد الشرع. نية هذه الحكومة بخصوص إقامة حوار وطني، ملتقى أو مؤتمر حوار وطني. وكيف سيكون شكل هذا الحوار؟ طبيعي أنه البلدان التي تمر في أزمات وجودية خانقة، ويعني البلدان التي تكون على شفير الانقسام أو التي تخرج من حالة احتراب أهلي، سواء كان هذا الاحتراب طائفي أو قومي، يصار إلى عقد هكذا مؤتمرات للخروج، يعني بمشتركات تجمع أبناء هذا البلد أو أبناء هذا المجتمع، وسوريا ليست استثناء. يعني سوريا بحاجة إلى مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد حتى قبل 2011. وأطياف المعارضة السورية وقت ذاك دائما كانت تطالب النظام السوري بحوار وطني يراعي التنوع الاجتماعي والسياسي والقومي والطائفي، هذا قبل إسقاط نظام أو خلع نظام بشار الأسد. هؤلاء الذين كانوا يطالبون بحوار وطني عندما كان البعث هو الحاكم وآل الأسد هم السلطة الذين يعني بيدهم السلطة المطلقة، السلطة الاقتصادية، الأمنية، القانونية، الدستورية. الآن هم الذين يرعون حوارا أو يدعون إلى حوار وطني، وشكلوا لجنة أعلنوا عنها. إلى أي مدى حكام سوريا الجدد سيحاولون تجاوز تركة النظام السابق في الحكم والإدارة في بناء سوريا الجديدة؟ هذا يقتصر على مستوى السلوك الوطني والوعي الوطني الموجود لديهم يعني. وطبعا الوعي الوطني يعبر عن نفسه في السلوك، الوعي الوطني يعبر عن نفسه في طرائق وآليات فهم الحوار الوطني. والحوار الوطني كمرحلة تأسيسية لدولة وطنية، لمجتمع وطني يتجاوز كل المحن والمآزق والتمزقات الأهلية التي حصلت في سوريا قبل وبعد 2011 وحتى يومنا الراهن. على أي حال، كأي شخص يتابع للشأن العام السوري بوصفي سوري وبوصفي كردي وبوصفي يعني أشتبك مع الشأن العام سياسيا وأدبيا عبر الكتابة، عبر فعل الكتابة. تابعت المؤتمر أو مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية للحوار الوطني، وكان شيء مؤسف وشيء مخزي وشيء مضحك. يعني سبب الأسف أنه اللجنة التحضيرية كانت تقريبا يعني مزاج عام. الطابع الإسلامي هو الطاغي، والطابع الذكوري هو الطاغي، ووجود امرأتين كان لزوم امرأة سافرة ووحدة محجبة على أساس أنه هذا يعني كان لزوم ما لا يلزم، أو لزوم الديكور، أو هذا وامرأة مسلمة وامرأة مسيحية. بالمحصلة يعني هذا كان مدعاة للأسف ومدعاة يعني
للخزي، لأنه اللجنة التحضيرية بما يعني بتكوينها وما تفضلت به من تصريحات وإطلاق تصريحات في المؤتمر الصحفي، يعني شيء مخزي، شيء مخزي. لماذا؟ لأنه على امتداد 14 سنة من المأساة ومن المعاناة ومن مؤتمرات الحوار ومن ورش ومن المقالات وكل هذا الذي استنزف السوريين على أكثر من صعيد، نأتي لنرى هذه اللجنة تتحدث إلى السوريين بتلك الطريقة وكأنه شيئا لم يكن، وكأنه ما في يعني شيء يعتد به أو يستند عليه في مسألة التأسيس لحوار وطني، وكأنه هذه التجربة أيضا يعني لم تستفد من تجارب على مر التاريخ أو على يعني ولنقل 100 سنة الأخيرة من تجارب مشابهة مرت فيها، وكيف تم يعني التأسيس لمؤتمرات حوار وطني في بلدان أخرى غير سوريا. بالعكس يعني استفادوا منها أو ركزوا، اللجنة ركزت على الجانب السلبي والتخويف والتهويل من الجانب السلبي لكي تبرر المركزية، لكي تبرر الأحادية في هذه اللجنة وتبرر الأقصاء، تحاول أن تشيطن التجارب الأخرى. ومعروف يعني التجربة اللبنانية سآتي على يعني الحديث عنها في سياق هذا الفيديو، والتجربة العراقية أيضا. المهم هذا كان يعني مسألة الجانب المخزي في اللجنة، الجانب اللي بيدعو للضحك والسخرية والتندر، وهذا الخلط الفظيع الذي ينم إما عن جهل يعني وعدم الفرز ما بين ما هو طائفي وما بين هو قومي وكل هذه التفاصيل، وتصدير هذا الفهم المغلوط للحوار الوطني وللمصالحات الوطنية للسوريين، وكأن هنالك طبخة جاهزة يعني يراد فرضها على السوريين بالطريقة التي يرتئيها النظام الحالي. عموما قبل التعليق أو المزيد من التفاصيل، دعونا نستمع إلى زبدة أو خلاصة ما صرح به يعني حسن الدغيم أحد أعضاء اللجنة التحضيرية أو الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني. تفضل. كل سوري لأنه سوري ووطني سوف يدعى كل سوري لأنه سوري ووطني وبشخصيته، وإن المحاصصة الطائفية والعرقية ليست معتمدة أبدا في أجندات الحوار الوطني، لكن هناك فرق بين الاعتماد وبين المراعاة. لا شك أن اللجنة التحضيرية ستراعي أن تكون هذه الصورة الثرية في المجتمع السوري متمثلة في مرآة الحوار الوطني. بالنسبة لوحدات حماية الشعب أو غيرها من التنظيمات التي تتبع يعني قوات سوريا الديمقراطية، يعني نحن نتكلم عن حوار وطني ولا نتكلم عن صراع عسكري. طالما نتكلم بالسلاح وتنظيمات عسكرية فقولا واحدا لن تكون موجودة في مؤتمر الحوار الوطني. فمن لم يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية يعني لن يكون له، لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات. فهذا قضية أساسية، مع الإشارة الهامة والبالغة إن قوات قسد لا تمثل أهلنا،
ونرفض احتكار تمثيل أهلنا سواء عربا أم تركمانا أم كردا أم مسلمين أم مسيحيين في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة. هذا قولا واحدا. بالنسبة يعني تمثيل الأكراد أو غير الأكراد، الإخوة الكرام، ليس هناك أي سوري يمتلك اختصاص عرقي أو ديني أو تطبيع. لقد رأينا والسعيد من وعظ بغيره، هذا لبنان وهذا العراق. ماذا فعل تطييف المجتمع؟ وماذا فعلت محاصصات الطائفية؟ وماذا فعلت المحاصصات العرقية؟ إلا الخراب والدمار. والسعيد من وعظ بغيره. لا مكان للمحاصصة الطائفية والعرقية. العربي يمثل الكردي والكردي يمثل العربي. التخصص، الإفادة، الجدوى، التكنوقراط، حب الوطن، الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا. كل سوري وطني هو يمثل أخوه أو أخته السورية. أتمنى أن يتسع أو تتسع صدور أعضاء اللجنة التحضيرية لهذه الملاحظات، وتحديدا السيد حسن الدغيم، ولكي يفهم يعني السوريون ماذا يريدون وكيف يفكرون وكيف ينظرون إلى هذا المؤتمر، وكيف يقيمون أداء اللجنة التحضيرية من خلال المؤتمر الصحفي وما قاله السيد دغيم في المؤتمر. أولا سأقول يعني النص بحرفيته وأعلق. من ضمن النقاط التي ذكرها حسن الدغيم: سوف يدعى كل سوري لأنه سوري وطني بشخصيته. ينطبق على هذا القول يعني، وبعد جهد جهيد فسر الماء بالماء. يعني بطبيعة الحال سيدعى إلى هذا المؤتمر سوريين وليسوا يعني أجانب أو من بلدان عربية أخرى، لكن هذا مؤتمر حوار وطني اجتماعي سياسي فكري، لا يصل إلى الحوار بين أفراد. المشكلة لدى السوريين ليس يعني مشكلة أفراد، يعني ما في مشكلة بين أهل حمص أو أهل حما على صعيد الأفراد، أو بين أهل حلب وأهل دمشق على مستوى الأفراد، أو بين العرب والكرد بين كأفراد، وبين المسيحيين والمسلمين كأفراد، وبين العلويين والسنة كأفراد، وبين الدروز والسنة كأفراد. ما في مشكلة على صعيد العلاقات الفردية الاجتماعية. المشكل أبعد من هيك. يعني الموضوع إذا أنت بدك تعمل مؤتمر حوار وطني بين أفراد، فال20 أو ال25 أو ال30 مليون سوري ينبغي أن يدعوا أو تتم دعوتهم إلى هذا المؤتمر. وبالتالي السوري الذي يدعى إلى هكذا مؤتمر ليس يعني مش بصفة شخصية. شلون يعني؟ لأنه سوري هذا شرط طبعا، ووطني، وأكيد هذا لازم يكون واحد وطني. يعني أنت لن تدعو شخص غدر بالبلد أو خان البلد أو تعامل مع بلد أو برر احتلال البلد، يعني سواء كان احتلال إسرائيلي أو احتلال تركي أو احتلال إيراني. أي شخص يبرر احتلال الأراضي السورية بأي طريقة كانت بأي شكل كان فهو يعني لا وطني، ووطنيته والتزامه بالأرض السورية بالسيادة السورية منقوصة ومشكوك فيها. يعني واحد مخبر عند المخابرات التركية يتجسس على السوريين ويكتب تقارير للمخابرات التركية ضد السوريين في تركيا وضد السوريين في سوريا، لا يصلح أن تقول عنه أنه وطني، ولا يصلح لأن يحضر مؤتمرا ويشارك في مؤتمر للحوار الوطني. لأنه ليش؟
لأنه عديم الوطنية، هو سوري، مواليد سوريا ويحمل الجنسية السورية، لكن وطنيته والتزامه بالأرض السورية يعني لا تخضع للتفاوض أمام التركي أو الإسرائيلي أو حتى العربي أو العراقي أو الأردني أو أي شخص. يعني سوريا أولا بالنسبة إليه، مش تركيا أولا ولا إسرائيل أولا ولا العراق أولا، سوريا أولا وأخيرا. أي واحد اشتغل مخبر وعميل وجاسوس على السوريين في تركيا وبيجي بيحضر حوار وطني ويناقش مصير ومستقبل سوريا، هذا يعني اسمح لي أستاذ حسن الدغيم، هذا يعني لن يكون حوارا وطنيا. يعني متورطون في جرائم الحرب التابعين للنظام السوري هم أيضا سوريين يحملون الجنسية السورية. هذا ينبغي أن لا يحضر، لأنه صحيح هو سوري بس هو غير وطني بدليل الجرائم التي اقترفها. قادة الفصائل اللي قتلوا من بعض قتلوا من السوريين وقتلوا بعضهم بعضا ومتورطين في فساد وجرائم حرب. يعني هذا لا يمكن أن يحضر لأنه وطنيته مشكوك فيها. يعني واحد مثل أبو عمشة عمل السبعة وزمتها في عفرين وسكان وطرد أبناء المنطقة لكي يستوطنها آخرون بقوة السلاح. هذا لا يمكن أن يجي يناقشني ويزايد علي وينظر علي في مسألة الوطنية والمواطنة. هذا يعني أصلا ينبغي أن يحال إلى محاكم جنايات دولية، مش يدعى إلى مؤتمر حوار وطني. فهذا الشرط إذا أسقطه حسن الدغيم على الموجودين أو الذين ستتم دعوتهم إلى مؤتمر الحوار الوطني، ربما حسن الدغيم نفسه لا يحضر هذا الحوار الوطني. ومعروف حسن الدغيم هو من هو يعني، وعلاقته بالائتلاف وعلاقته بالأتراك وكل التفاصيل الأخرى. يعني الموضوع مش شخصي، أنا أؤكد. يعني الحوار مش بين حسن الدغيم وأحمد الشرع وفض الاشتباك والخلافات السابقة وانتقادات حسن الدغيم الحادة لأبو محمد الجولاني. الموضوع مش شخصي، يعني خلاف سياسي فصائلي ميليشياوي بين حسن الدغيم وأحمد الشرع حتى قبل فترة، لا يلزمه حوارا وطنيا من هذا الوزن. يعني يقرر ويحدد شكل سوريا ومصير سوريا. الحوارات الوطنية تكون بين كيانات تمثل الطيف السوري القومي والاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري والمدني، مش بين أشخاص. مين أعطى هذا الفهم المغلوط لحسن الدغيم؟ أنا لم ألتقي بحسن الدغيم، بس أنا التقيت بهند قبوات. هند قبوات يعني حضرت ملتقيات ومؤتمرات وندوات ويعني قد شعر راسها. يعني بإمكانها أن تقول إنه يا أستاذ حسن يا زملاء في اللجنة التحضيرية الموضوع مش هيك. الحوار لا يمكن أن يصار إلى تأسيس حوار وطني بهذا الفهم وبهذه الطريقة. وهند قبوات ينبغي أنه ما تكون يعني ما تقبل على نفسها أنه تكون بس مجرد منظر وزينة بوصفها امرأة وبوصفها مسيحية ويعني لزوم ما لا يلزم وفترينا. لازم ما تكون شاهدة زور على ما يطبخ للسوريين مع الأسف الشديد.
نقطة ثانية يذكرها السيد حسن الدغيم، ولأن شو بيقول ولأن المحاصصة الطائفية ليست معتمدة في أجندة الحوار الوطني. طبعا المحاصصة الطائفية غير معتمدة في أي حوار وطني، لأنه أنت لا تحاصص، لكن التمثيل الوطني لمكونات الشعب السوري ضرورة قصوى وأساسية واستراتيجية لنجاح أي حوار وطني. أنت تتحاور، أنت لا تضع فرزا أو حصة السنة والعرب في سوريا كذا، وحصة الأكراد كذا، والسريان كذا، والتركمان كذا. لا لا، أنت تتحاور. هذه المكونات تأتي إلى مؤتمر وطني لتتحاور لجسر الهوة بين المختلفين، أو يعني التركيز على نقاط التلاقي والاشتراك لهذه البلد، يعني هذه سوريا أو هذا البلد يعني للجميع، وينهض بالجميع، يعني جميع مكونات الشعب السوري. هي مش محاصصة طائفية، هذا يعني أساس واستراتيجية أي حوار وطني، أن يكون يعني يجمع ممثلي كيانات سياسية، ممثلي كيانات تعبر عن مصالح جماعات أهلية، قومية، دينية، اجتماعية، مش أشخاص. يعني هذا أيضا فهم مغلوط. ولأن المحاصصة الطائفية والعرقية ليست معتمدة في أجندة الحوار الوطني، لكن هنالك فرق بين الاعتماد والمراعاة. أنت في أي عملية تأسيس لحوار وطني أنت لا تراعي، من الواجب عليك أن تكون مكونات الشعب السوري ممثلة تماما. مكونات الشعب السوري أن يكون لها تمثيل حقيقي، ومطالبها وهوياتها وأفكارها تعرض. لكن ليش كنتوا عم تقولوا إنه لما الأكراد كما يطرحوا مطالبهم وحقوقهم وأولوياتهم نتركها للحوار الوطني؟ مش هلا الآن، في السنوات اللي في بدايات الثورة ومؤتمرات المعارضة، الأكراد كانوا مصرين، لأنه كانوا بيعرفوا أنه هذا اليوم في شيء يشبه هذا اليوم أمامهم، ينتظرهم حسن الدغيم في 2025. كانوا بيصروا في 2012 و13 و14 و15 على مطالبهم وحقوقهم اللي ليست فيها منة أو فضل لحسن الدغيم ومن يقف خلفه على الكرد، وكذلك السريان والتركمان والأرمن والعلويين والدروز. ما في مني على أحد. يعني الأكراد كانوا مصرين في هذا الموضوع، لأنه كانوا بيعرفوا ينتظروا هيك طبخة، يعني نظام الأسد سيسقط. لكن المشكل ليس في نظام الأسد الذي خبرناه وعرفناه على زمن أبيه غير المأسوف عليه، وعلى زمن بشار الأسد. لا، يعني المشكل فيما بعد بشار الأسد، من سيأتي. هل سيعيد إنتاج دولة البعث والأسد بمسميات أخرى؟ لماذا كنتم تقولون أنه للأكراد أنه أجلوا هذا الموضوع، نحكي في هذا الأمر بعدين بعد إسقاط النظام، والنظام سقط. الآن أنت تعد لمؤتمر حوار وطني جاهز ومطبوخ، وبتقول ما في حدا محاصصة، وما في دعوة لكيانات ولا كذا، وكل واحد بيجي بشخصه، شو حفلة عرس ولا طهور؟ إذا أنت بتعمل حفلة عرس لابنك أو طهور لابنك، يعني سيكون تعاملك مع الدعوات
الموجهة للعوائل وللشخصيات سيكون أفضل من الطريقة التي عرضت فيها شكل وإطار مؤتمر الحوار الوطني يا أستاذ حسن الدغيث. يعني لكن هنالك فرق بين الاعتماد والمراعاة. لا شك أن اللجنة التحضيرية ستراعي أن تكون هذه الصورة الثرية في المجتمع السوري متمثلة في مرآة الحوار الوطني. واضح تماما. يعني اللجنة التحضيرية ما فيها واحد كردي، واحد من أصل السبعة. يعني طالما أنت تتعامل مع السيد الآتاسي والسيدة قبوات تعامل الديكور أو الواجهة أو الفاترينا، جيب لك شي واحد كردي مش مشكلة يكون تشتوش، حطه هيك بالواجهة مشان الناس أو تتباهى وتقول إنه شوفوا لجنة التحضير للحوار الوطني تراعي، لا تعتمد، تراعي التنوع. فأنت في اللجنة مانك مراعي، في اللجنة ما في إلى جوارك. يعني كنت تاخذ لك شيء واحد هيك كردي على مزاجك، على منسجم معك، لا يختلف معك، لا ينتقدك، يصفق لك ويطبل لك، حتى يعني من باب التحايل والمخاتلة. يعني هي كمان ما سويتها. بدك أنت لا اعتمدت ولا راعيت الاثنين. يعني النقطتين انت قفزت من فوقها يا استاذ دغيم. شو بيقول كمان؟ بالنسبة لوحدات حماية الشعب والتنظيمات التي تتبع لقوات سوريا الديمقراطية، نحن نتكلم عن حوار وطني ولا نتكلم عن صراع عسكري. بالله عليك انت مطلع بشكل جيد على مؤتمرات الحوار الوطني التي شهدتها بلدان مرت في نفس المآزق التي مرت فيها سوريا؟ مطلع في الحوارات الوطنية الكل يحضر من دون استثناء، حتى الموالين للنظام السوري ينبغي أن يكون لهم تمثيل. طالما أنت عم تحكي عن حوار وطني، الموالين للنظام السوري اللي لم تتلوث أيديهم بالدماء، ممكن أن تجد مواليا للنظام السوري على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، لهم الحق. هي بلدهم كمان، أنت ما فيك ترميهم في البحر. فحتى هؤلاء أيضا ينبغي عليهم أن يحضروا، ما تعمل استثناءات. ما عفوا، الحوار الوطني وحدات حماية الشعب بيجوا بيحضروا، مو لا يضعون سلاحهم على الطاولة، لا، يأتون بزي مدني أو من يمثلهم. وأعتقد أنه قوات سوريا الديمقراطية تمثل هذا الطيف الواسع من التشكيلات العسكرية التي تنضوي تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية. وهنالك يعني مجلس سوريا الديمقراطية، شخصيات مدنية وشخصيات عربية مش كردية، شخصيات عربية وسريانية ممكن أن تمثل هذه الكيانات العسكرية المنضوية تحت لواء أو سقف قوات سوريا الديمقراطية. أنت بأي حق قانوني ووطني وسياسي وأخلاقي تقصي كل هؤلاء؟ بأي حق؟ يعني شوف أستاذ دغيم، لن تقوم لسوريا قائمة إذا تم تغييب أو إقصاء الكرد عنها. لن تقوم لسوريا قائمة إذا تم إقصاء السريان عنها. والسريان عناوينهم السياسية معروفة، والآشوريين عناوينهم السياسية معروفة، مثلما العناوين السياسية للكرد وللشعب الكردي في سوريا معروفة. لن تقوم لسوريا قائمة وطنية وديمقراطية ومدنية إذا تم يعني
إقصاء مكونات الشعب السوري بهذه الطريقة الهزلية والمتهافتة والمبتذلة. يعني كيف يعني وحدات حماية الشعب؟ نحن نتكلم عن حوار وطني ولا نتكلم عن صراع عسكري. ما في صراع عسكري. أي صراع عسكري؟ وحدات حماية الشعب وقسد لم ترفع السلاح في وجه الدولة السورية. الكرد على امتداد التاريخ السوري، شوف أستاذ حسن الدخيم، السنة رفعوا السلاح ضد الدولة السورية في الستينات وفي نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات وحتى الفترة الأخيرة. الكرد لم يتورطوا، شافوا الأمرين من الدولة السورية، من النظام الحافظ أسدي والبشار الأسدي. شافوا الإنكار، التجريد، المصادرة، هدر الحقوق، هدر الكرامة، هضم الحقوق. شافوا قمعا واضطهادا وطنيا بوصفهم سوريين، مثلهم مثلك كسوريين، كلنا سوريين وكلنا انظلمنا صحيح، لكن الأكراد مورس عليهم قمعا ذو صبغة عنصرية قومية. طالع البعض الآن يمتعض وأنه والله هنالك عملية تكريد، قوات قسد بتقوم فيها وكذا، ويتغاضون عن ما تعرض له الكرد من ظلم وقمع قومي عنصري عروبي من النظام السابق. ومع ذلك الكرد يعني لم يطلقوا رصاصة واحدة على الدولة السورية ممثلة بالنظام. يعني الكرد قاتلوا من؟ قاتلوا رفاقك في العقيدة، قاتلوا داعش، تنظيم داعش الإرهابي. الكرد دافعوا عن أنفسهم ضد هجمات رفاقك مرتزقة تركيا والفصائل واللي بتسميهم أنت الجيش الوطني. الجيش الوطني لا يحتل ديار سورية كردية في منطقة عفرين. الجيش الوطني إذا هو جيش وطني لا يرتكب جرائم حرب وتغيير ديموغرافي في منطقة عفرين إذا أنت بتسميه جيش وطني. سلوكيات هذا الجيش ليست سلوكيات وطنية. الكرد وهي الوحدات اللي عم أنت تحاول تقصيها حمت نفسها ومناطقها ضد هجمات جماعاتك وميليشياتك وفصائلك. وإذا أنت ناسي اللي قرأ حنجيب الدفاتر تنقرأ. فما تجي تزايد على وطنية الكرد وتقصيهم تحت شعارات أنه هذا حوار وطني، مش حوار بين العسكر والعسكر. لا، يعني في هذا كمان سلوك لا وطني في عملية الإقصاء. أنت لا يمكن أن تدعو فصائل عسكرية، قوات عسكرية، قوات سوريا الديمقراطية، لكن أنت مجبر سياسيا وأخلاقيا ووطنيا وديمقراطيا أن توجه دعوة إلى مجلس سوريا الديمقراطية بصفته التمثيلية الرسمية ككتلة سياسية وازنة. أنت مجبر أن توجه دعوة إلى المجلس الوطني الكردي بصفته السياسية والتمثيلية القومية. أنت مجبر أن توجه دعوة إلى الطيف الكردي السياسي الغير ممثل في مجلس سوريا الديمقراطي وفي المجلس الوطني الكردي. أجنحة الكرد الثلاثة، وعدا عن ما يعني التنظيمات المدنية والطيف الثقافي والمدني الكردي. هذا أيضا أنت مجبر وملزم
وطنيا أن توجه لهم دعوات وأن تستمع لهم، مش تسمع لنفسك أو تسمع للي بيشبهوك. الحوار دائما يكون بين مختلفين وليس بين مؤتلفين. شو بيقول كمان؟ فقولا واحدا، لا هي قولا واحدا اشطبها. الموضوع لا يؤخذ هكذا أنت عم تأسس لحوار وطني، افتح قوسا، افتح هامشا للاختلاف. لا قولا واحدا تقطع بالأمر وتبتره. الموضوع مش هيك. حوار وطني يعني توافق، يعني تنازلات، يعني انت تقرب من الاكراد شوي، الاكراد بيقربوا منك شوي، تقرب من السريان، السريان بيقربوا منك، تقرب من التركمان، التركمان بيقربوا منك، وهكذا. حاصل جمع توافقات، تقاربات، تنازلات. ما تقول لي قولا واحدا. في الحوارات الوطنية يعني التناحة تتركها خارج القاعة، تدخل قاعة الحوار الوطني ومؤتمر الحوار الوطني بعقل مرن. قولا واحدا هي تشيلها هي من قاموسك، وإلا أنت ما بتأسس، أنت جاي تفرض. قولا واحدا حرفيا أنتم شفتوا لن تكون موجودة في مؤتمر الحوار الوطني. طبعا عم يحكي عن التنظيمات العسكرية. التنظيمات العسكرية الكردية لن تكون موجودة بصفتها العسكرية، لكن هنالك أي قوة عسكرية هنالك تمثيل سياسي لها. التمثيل السياسي سيحضر، وإن جرى إقصاء التمثيل السياسي فهذا مش اسمه حوار وطني، هذا سامحني يعني هذا اسمه خوار وطني، بأن تضع نقطة فوق الحاء. هذا مش حوار وطني، هذا جعجعة في في مطحنة يعني. وكلامي واضح، وأنا أقول رأيي ولا أمثل أحدا يعني. شو بيكون؟ لن تكون موجودة في الحوار فمن لم يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية لن تكون له يعني وجود. عهدة شو أستاذ حسن؟ عهدة شو؟ يعني أبو عمشة كان مستلم أسلحة من وزارة الدفاع حتى يروح يسلمها. مظلوم عبدي مستلم أسلحة من وزارة الدفاع تبعيتك حتى يروح يسلمها. الميليشيات اللي حتى الآن تحتل عفرين استلمت السلاح من وزارة الدفاع ووزير دفاعك حتى تروح تسلمها، وبعدين تجي يعني تجد التمثيل السياسي في مؤتمر الحوار الوطني. شو؟ قوات سوريا الديمقراطية سلاحها ملكها، لم تستلمه من وزارة دفاعك حتى تسلمه لوزارة دفاعك. وحتى ولو صار تسليمه أنا لست مع التسليم إلا أن تكون هنالك بالفعل وزارة دفاع حقيقية وطنية، مش فصائلية، مش تابعة لجبهة النصرة. قصص حل جبهة النصرة والفصائل ووجودها هي يعني ما تمشي على السوريين. يعني إذا صارت دولة حقيقية، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، دستورها وطني، دستورها يعترف بالمكونات ومكونات الشعب السوري وتضمن حقوق هذه المكونات، وقت ذاك سأكون معك ضد قسد إذا رفضت تسليم سلاحها. وهي بإمكانها يعني أن تستمر وتندمج في وزارة الدفاع وضمن الجيش السوري وقوات حرس الحدود والبوليس وتخدم تلك المناطق الموجودة هي حاليا فيها. أما أنك هذا حوار وطني، هذا مش أنت تفرض شروط تعجيزية في هذا الخصوص. هذا الحوار ينبغي أن يشتغل على مسألة كيفية احتواء الطيف السوري ومكونات الشعب السوري وأجنحة هذه المكونات العسكرية.
يعني هو يعني إنه سلموا سلاحكم وكأنه أو استسلموا. هذا مش حوار وطني، هذا مساعي فرض الاستسلام. الأكراد لم يستسلموا لحلفائك العثمانيين والأتاتوركيين، ولم يستسلموا لحافظ الأسد، ولم يستسلموا لبشار الأسد. الكرد، إذا أنت ما بتعرف الكرد، روح رجع للتاريخ القريب والبعيد، أو إذا ما عندك مصادر تعال أنا راح ساعدك بتقديم صورة وجيزة ومختصرة ومهمة لحتى تعرف من هم الكرد. فالكرد لم يستسلموا على امتداد التاريخ القريب والبعيد حتى يستسلموا لشروطك اللي هي بالأساس تهديدات مش شروط. شو بيقول؟ فمن لم يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة إلى وزارة الدفاع الحكومة السورية لن تكون له، لأن هذا الحوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات. طبعا تبادل وجهات نظر، وأنت ينبغي أن تسمع لوجهة النظر الكردية، وجهة التمثيل السياسي لوحدات حماية الشعب، وجهة التمثيل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، وجهة التمثيل السياسي للمجلس الوطني الكردي. أنت مجبر، مش بكيفك. أكيد الكلام ما رح يجي على هواك وعلى مزاجك العقائدي والطائفي والقومي، لكن أنت مجبر. أي شخص يدير عملية حوار وطني، مؤتمر حوار وطني، مجبر أن يستمع إلى يعني كامل الكلام، ويرى كيف بإمكانه يعني حلحلة العقد، ويعني تبديد الهواجس، والسعي نحو الطمأنة. هذا امتحان. الموقع الذي أنت فيه مأزق وامتحان وطني ينبغي أن تنجح فيه، ولا اترك لمن هو أهل لهذا المقام أكثر منك. أنت موجود في تلك المنصة، في تلك اللجنة، لكي تسمع لكل السوريين بدون استثناء، تستمع إليهم، لانتقاداتهم، لملاحظاتهم، لأنك تؤسس لحوار وطني. الحوار الوطني ما يكون بلغة التهديد والاشتراطات وفرض الاستسلام على طرف لصالح طرف آخر، لأن هذا الحوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات. فهذه قضية أساسية، مع الإشارة أن قوات قسد لا تمثل أهلنا، ونرفض احتكار تمثيل أهلنا سواء عربا أم تركمانا أم كردا أم مسلمين أم مسيحيين في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة. هذا قولا واحدا، قولا واحدا، قولا واحدا. من أنت؟ أنت أصلا مش من أبناء هذه المناطق حتى تقرر أن هذه القوات تمثل أو لا تمثل. أنت سوري نعم، لك الاحترام نعم، لكن ينبغي أن تحترم خيارات من يجدون في قوات قسد ومجلس قسد أو مجلس سوريا الديمقراطية أنه هذا الطرف العسكري والسياسي يمثلهم. هذه الطريقة يعني والنفس الأردوغاني تتركه في تركيا، تجي على دمشق تؤسس لي حوار وطني. ينبغي أن يكون نفسك سوريا، وعيك سوري محض، دون شوائب وعوالق وكوابح تركية، ولا تستقوي بالتركي على أخوك السوري الكردي والعربي والسرياني الموجود داخل قسد. يعني على طريقة القذافي، يعني هيك تصريح بده
بده رد قذافوي انه من انت لكي تقرر انه قسد تمثل ولا لا تمثل. لا، بكل تأكيد قسد لا تمثل الكرد، كل الكرد في سوريا. بكل تأكيد قسد لا تمثل السريان، كل السريان. لكن بكل تأكيد قسد لا تمثل العرب، كل العرب في المحافظات الشرقية الثلاثة، لكنها تمثل جزءا وازنا ينبغي احترامه، جزء مهم جدا. عربا وكردا وسريانا حرروا لك محافظتين سوريتين من تنظيم داعش الإرهابي الذي تتقاطع معهم في بعض التفاصيل وتختلف معهم. اختلافك مع أبو محمد الجولاني سابقا يعني تتوافق مع هذه التنظيمات الجهادية والتكفيرية الإسلامية كذا، وتختلف معهم في تفاصيل أخرى. قوات قسد حررت بلدك ومحافظاتك من تنظيم داعش الإرهابي، التي لولاها لابتلع تنظيم داعش الإرهابي دمشق وكل المحافظات السورية. أنت ينبغي أن تحترم هذا التفصيل هذا. وجود قسد في دير الزور وفي رقة وليس احتكارا للتمثيل، هو استحقاق تحرير. ما أنتم الآن بتقولوا نحن حررنا سوريا ونحن سنفصل وأنتم بتلبسوا. حررت سوريا وأنت يعني الزحف على والنظام ينهار والجيش يستسلم وما في هالاشتباكات الحقيقية بين هيئة تحرير الشام والنظام السوري إلا في بعض الجيوب، والمسألة معروفة. لكن ما جرى بين قسد وتنظيم داعش الإرهابي هو حرب بين دول. أنت فاهم؟ أنت مقدر لهذه المسائل. فبأي حق تحاول أن تقول أنهم هم ليش أنت بتمثل الشعب السوري؟ ليش أبو محمد الجولاني بيمثل الشعب السوري؟ لا يمثل الشعب السوري، يمثل جزءا، تفصيلا، منظمة، جماعة. حتى قبل يعني أيام كانت جماعة مسلحة وما زال سلاحها موجود. ما حدا في يقول انه يمثل حتى بعد ان فرض احمد الشرع نفسه رئيسا على سوريا فهو لا يمثل، لانه ما في مشروعية دستورية، ما في انتخابات، ما في اجماع في هذا الخصوص. فما تقوله انه نرفض الاحتكار، انت عم تحتكر بلد بأكمله، وتحتكر مؤتمر للحوار الوطني، وتحتكر صياغة اللجنة التحضيرية، وتحتكر موضوع الدعوات وتوجيه الدعوات ومسار وسياق وبوصلة النقاشات، وتستكثر على قوات سوريا الديمقراطية أنه يجيدون شؤونهم في المحافظات الثلاثة وشؤون أهل المنطقة، مش بس يعني شؤون الكرد، كل تفاصيل أهل المنطقة. ونرفض احتكار تمثيل أهلنا عربا أم تركمانا أم كردا أم مسلمين أم مسيحيين في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة. أنا كمان أرفض الاحتكار، لكن يستحيل علي تجاه القوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية. أنا كمان أنتقدهم، لكن يستحيل علي أنه في أي حوار وطني أو أي ملتقى وطني يصار إلى يعني على الصعيد الشخصي قد لا أتعامل معهم، لكن على الصعيد الوطني والصعيد السياسي، وهذه أنا قلتها في الدوحة في 2018 والفيديوهات موجودة. وأعتقد يعني الشاعر السوري هو أيضا كمان من عائلة الدغيم كان موجود في ذلك الملتقى ورآني كيف أقول أنه لا مناص أمام قوى المعارضة السورية والائتلاف فتح قنوات من يعني لا مناص أمام هذه القوى من فتح قنوات حوار مع حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية طالما الموضوع سياسي.
أنتم تفتحون قنوات حوار وقت ذاك مع النظام السوري، فما بيصير تتجاهلوا هذه المجموعة السياسية المهمة والوازنة عسكريا وجماهيريا واقتصاديا وسياسيا. ما فيك تقفز من فوق هذا الموضوع. أنت حتى ولو اشتبكت بوزارة دفاعك بجيشك الحالي، في نهاية المطاف أنت مضطر للجلوس معهم، ووقت ذاك يعني سيفرضون عليك شروطهم. الآن طالما الوقت يعني هادئ وسلمي، بإمكانك يعني القبول أو الموافقة على جزء مهم من مطالب أبناء هذه المنطقة، ممثلة ب يعني الثلاثي اللي أنا ذكرته، يعني مجلس سوريا الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي، والقوى السياسية الموجودة خارج هذين الإطارين. أنت مجبر، وإلا في نهاية المطاف يعني سيفرضون عليك شروط كان بإمكانك القبول بأقل منها. أي تصادم مع الكرد خسارة لدمشق، أي تصادم عسكري مع الكرد خسارة لسوريا ككل. في نهاية المطاف ستجلس معهم وتستمع لهم وستعتذر منهم. فتفاديا للوصول إلى هيك مواقف وهيك مآزق وهيك تنازلات مؤلمة منك ومن دمشق، تفاديا لكل هذه المسائل، يعني حاول أنه يكون ترتيبك لمؤتمر حوار وطني لائق وجميل، ويعني يحترم هذه الحقائق القومية والدينية والطائفية الحضارية التي تمثل سوريا. شو بيقول كمان الأستاذ الفاضل حسن الدغيم بالنسبة لتمثيل الأكراد أو غير الأكراد، الأخوة الأكارم، ليس هنالك أي سوري يمتلك اختصاص عرقي أو ديني أو طائفي. بماذا أرد عليه؟ ليس هنالك أي سوري يمتلك اختصاصا عرقيا أو دينيا أو طائفيا. لحظة، بدها شوي قهوة. أنت من كل عقلك هيك عم تحكي أستاذ حسن الدغيم؟ هل تعي يعني حقيقة ما تقول ومدى مخالفة هذا الكلام لشرع الله؟ عملية الاختصاص أو الخصوصية الدينية أو العرقية والطائفية الموجودة في سوريا لا يمكن إلغاءها ولا يمكن نفيها، وهذا يعني وقوف بالضد من آية من آيات الله. لو شاء ربك يعني لجعلنا شعبا واحدا، ملة واحدة، بلسان واحد، لكنه يعني هو أرحم الراحمين، جعلنا شعوبا وقبائلا لنتعارف أن أكرمنا عند الله أتقانا، سواء كان كردي. لربما هنالك كردي هو أقرب إلى ربه منك بتقواه، بإقامته العدل والإنصاف. لربما هنالك علوي أقرب إلى الله منك بتقواه. لربما هنالك درزي أقرب إلى الله منك بتقواه، وأنا أقصد حسن الدغيم. لربما هنالك مسيحي ويهودي أقرب إلى الله منك بتقواه، فهذا هو المعيار. أما أن تقول أنه لا يوجد هنالك أي اختصاص عرقي أو ديني أو أي سوري يمتلك اختصاص عرقي أو ديني أو طائفي، هذا كلام يعني
لا يتفوه به طالب في معهد ديني أو في كلية تاريخ أو يعني شاف الدنيا ودار ومطلع على يعني القليل من العلوم والمعارف، لا يتفوه بهكذا كلام. لا، هنالك خصوصية موجودة. هذه يعني هنالك خصوصية موجودة داخل المذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، وإلا لما كان هنالك فرز فقهي ما بين ما هو حنبلي وحنفي وشافعي ومالكي. هنالك دائما خطوط، هنالك دائما ما هو مباح هنا ومكروه هناك، دائما هنالك خصوصية. حتى في إطار المذهب السني، مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهبك، وهنالك اختلاف ضمن الدائرة الإسلامية، الإسلام الشيعي، الإسلام السني، الإسماعيلي، الدرزي، هذا أيضا يعني زيادة. وفي الإطار الديني المسيحي والمسلم، هذه مش أنا اللي عم أقولها، علم الاجتماع السياسي، التاريخ، شو بدي أقول لك يعني. أما أن تقفز عن هذه الخصوصيات وهذه الاختصاصات فهذا يعني موضوع آخر. يعني هذا عمى في الوعي، ويعني العمى في الوعي يعني سيفرز مثل ما بتقول قولا واحدا: عمى في السلوك، عمى في الوعي، عمى في السلوك. في دولة متنوعة وبتحكي عن الإرث وهذا التراث الغني الثري والمتنوع، وبعدين بتقول ما في اختصاص. لا، في اختصاص. لو ما في اختصاص ما بتسميها جمهورية عربية سورية. ليش أنت تخليت وتنازلت عن عروبتك وعن دينك وعن سنيتك؟ يعني أنت لا تتنازل عن العروبة ولا على الدين، لكن لكي ترضي الجانب الوطني وتعزز من الثقة ينبغي أن تخفف من حمولة التوجه الطائفي السني لديك، لكي يجدك أهل الساحل ممثلا لهم، لكي يجدك أهل الجبل العرب الأشم ممثلا لهم. أنت سويت هذا الشيء، فشو جاي ما في اختصاص عرقي أو طائفي أو ديني؟ شو بيقول كمان يعني؟ لقد رأينا هذا في لبنان، بيشير إلى التجربة اللبنانية والتجربة العراقية. الحرب الأهلية في لبنان مرة ومرتين كانت بين طوائف دينية، يعني الطابع الخصوصية الدينية كان طاغي على الحرب الأهلية، ما في الجانب القومي ما كان بارز يعني. ومع ذلك اتفاق الطائف كان بين ممثلي هذه الفصائل وأنهى الحرب الأهلية. والحرب الأهلية انتهت لولا نظام بشار الأسد ونظام حافظ الأسد اللي يعني استأثر بلبنان وابتلع لبنان وفرض على لبنان طبقة فاسدة من الطائفيين. مش لأنه النظام اللبناني، النظام السياسي في لبنان نظام فاشل، لا، مش لأنه النظام العراقي كنظام فيدرالي فاشل، لا. إيران من جهة، حليفة جماعة الإخوان المسلمين، حليفتك، هي التي سممت لكي لا يتحول النظام الفيدرالي في العراق إلى نموذج ناجح وتتسرب هذه التجربة الناجحة إلى إيران وإلى تركيا، لأنه إيران وتركيا أيضا نسخ مشابهة لسوريا وللعراق. إذا مسألة أنه أنت تشير إلى انظروا ما جرى في العراق، انظروا إلى ما جرى في لبنان وفشل نظام المحاصصة، لا، مش لأنه النظام الذي يحترم حقيقة لبنان وحقيقة العراق هو نظام فاشل. أمثالك الذين أداروا هذا النظام في لبنان والعراق هم الفشلة، هم الذين
أساءوا استخدام هذا النظام، وهذا النظام الفيدرالي الذي يعتمد حقائق المجتمع معتمد وموجود في بلجيكا، معتمد وموجود في سويسرا، وفي أماكن عديدة من العالم. الفسدة والفشل الذين أداروا هذا النظام في لبنان وفي العراق يعني لا يمكن أن يعتد بهم، لكن النظام الذي يحترم حقائق ومكونات الشعب اللبناني والشعب العراقي والشعب السوري هو الفاشل. أنت لا يمكن أن تسحب يعني فشل التجربة على أمراء الحرب، أمراء الحرب في العراق وأمراء الحرب في لبنان اللي تصدروا الواجهة السياسية مثل ما حضرتك هلا حاليا. والنظام الحالي يحاول أن يصدر إلينا واجهة في الأصل هن أمراء حرب، بدينك بمعتقدك بإيمانك واحد مثل أبو عمشة، واحد يعني أبو عمشة يعني هل يصلح لأن يكون قائدا عسكريا وميدانيا وواجهة عسكرية وسياسية في سوريا؟ أنت بتشوف واحد مثل هذا الحميدتي تبعنا، أبو عمشة هو نفسه الحميدتي تبعنا. حميدتي كان جنجويد وعمل إبادات جماعية وعرقية في دارفور. الحميدتي تبعنا أبو عمشة كمان عمل شيء يشبه ما قام به حميدتي في السودان. فأنت تصدر لي هذا النموذج الدموي والطائفي في الموجودين في قادة الميليشيات على أنهم وطنيين، وتقصي الكرد والسريان والتركمان والأرمن والعلويين بوصفهم كتل بشرية ومكونات قومية وطائفية أصيلة في سوريا ووطنية أيضا. إذا بترجع للتاريخ السوري، رجع للتاريخ السوري، من الذي حارب الفرنسيين في سوريا؟ جماعة الإخوان المسلمين. ما جماعة الإخوان المسلمين كانت موجودة على زمن الانتداب الفرنسي. مين اللي قاتل الفرنسيين؟ الثورة. وحتى العثمانيين قبل الفرنسيين، العثمانيين من الذي تمرد على العثمانيين في سوريا يعني؟ والثورة العربية الكبرى يعني بدأت جنوبا، جبل العرب الأشم، سلطان باشا الأطرش اللي هو مفخرة لي ولك وطنيا وتاريخيا وحضاريا. مش بس هيك يعني، والساحل السوري الشيخ صالح العالي هو مفخرة لي ولك بوصفه علويا ثار، وإبراهيم هانانو الكردي هو مفخرة لي ولك الذي قاد ثورة الشمال. مين الذي يعني هذه المكونات التي كانت لها مواقف وطنية مشرفة ضد الاحتلال العثماني وضد الاحتلال الفرنسي، مش أنت اللي تجي في يوم من الأيام تعطيهم دروس في الوطنية في الحوار الوطني وكيف نكون وطنيين وكيف نكون سوريين. مش أنت. هذه الأرض، هذه المكونات السورية أسست لشيء اسمه سوريا، ودفعت دما ضد الاحتلال العثماني وضد الاحتلال الفرنسي، وساهمت في الحياة السياسية وفي الحياة المدنية وحتى في الثورة السورية. مش هي في هذه المكونات الأصيلة الشريفة في موقع أنه حسن الدغيم يجي يعطيها دروس في الوطنية والحوار الوطني. بيجي بيحكي عن التجربة اللبنانية ويستشهد أنه في لبنان التجربة فاشلة، في العراق تجربة فاشلة، فنحن ما لازم نعمل
محاصصة. هي مش اسمها محاصصة، هي اسمها حقوق. إذا أنت حضرتك مطلع على القانون الدولي، هي اسمها حقوق، حقوق قومية مشروعة، حقوق دينية، حقوق يعني على مستوى الأفراد والجماعات. وسوريا وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، واشطب توقيع سوريا، تراجع عن هذا التوقيع على مواثيق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين، كل التفاصيل هي. وبعدين تعال اجي واحكي وفرض مثل ما بدك، اعملها إمارة طالبان، اعملها طورا بورا، اعملها الشغلة اللي بدك إياها، ولن تدوم. لن تدوم. لم تدم لنظام الأسد، ولم تدم لنظام صدام حسين، ولم تدم لنظام أبو بكر البغدادي، حتى تدوم لنظام حسن الدغيا. لن تدوم. وهذه سجلها عليه. آخر ما يقوله: لا مكان للمحاصصة الطائفية، العربي يمثل الكردي. أنت بتمثل الكردي بدينك، بمعتقدك، أنت بتمثل الكردي يلي بشرع احتلال بيوت الكرد في عفرين بده يمثل الكردي. أي أنت لم تمثل الكرد في عفرين، بدك تمثل الكرد في كامل سوريا. العربي يمثل الكردي والكردي يمثل العربي. نعم، أنا مثلت الكرد ومثلت العرب في الأماكن التي تواجدت فيها، ومستعد أن أمثل السريان. وأنا في 2012 قلت وكتبت: المنظمة الآسورية السريانية تمثلني، وأنا الكردي والسني والمسلم والسني. وقلت أن المنظمة الآسورية السريانية كتكوين سياسي قومي ديني مسيحي يمثلني. أنت قلت إنه في يوم من الأيام بوصفك عربيا مسلما سنيا، أنه مثلا شخص مثل دليل، عارف دليل يمثلك. لم تقل هذا الشيء، هذا علماني كافر ملحد. أنت قلت في يوم من الأيام أنه الكرد يمثلوك. هذلون أكراد ملاحدة زنادقة ما بعرف شو جاي أنت. يعني على من تقرأ مزاميرك يا سيد حسن الدغيم، وجاي يحكي انه الاولويه هي للكفاءات وللتكنوقات وكذا، ولا مجال للمحاصصات الطائفيه. العربي يمثل الكردي. العربي يمثل الكردي في مرحله متقدمه من الدوله الوطنيه. نعم، دوله وطنيه تتجاوز وعيك، تتجاوز تقاليدك، تتجاوز فهمك للدوله الوطنيه وللحوار الوطني. نعم، نعم، هذا صحيح. والكردي يمثل العربي أيضا في مرحلة متقدمة من الدولة الوطنية الحقيقية التي تحترم كل المكونات في الدستور وتراعي حقوق كل المكونات في الدستور. لا فرق بين عربي وكردي. طبعا إذا للكردي كامل حقوقه في هذه الدولة، وللعربي كامل حقوقه في هذه الدولة، والحقوق لا تتضارب إلا بين ظالم ومظلوم. عندما يطلب المظلوم حقوقه، فإن الظالم يحاول التقليل منها، التشكيك فيها، الطعن فيها، ويعني إعادة بعض الحقوق مش كاملها، لأنه ظالم. ومن تمادى في غيه وظلمه ومانع إحقاق الحق في سوريا فهو ظالم أمام الله وأمام عباده في الدنيا والآخرة. فهي مسؤولية كبيرة يا سيد حسن الدغيم. يعني الأقدار شاءت أن تضعك في هذا المقام، وأنا عندما أنتقدك لسلوكك ولوعيك وليس لشخصك. أنا ليس بيني بينك شيء أمام الله. أنا أنتقد ما تفضلت به وما تفوهت به من كلام يعبر عن مستوى وعيك ويعكس مستوى سلوكك سابقا وحاليا ولاحقا. أكتفي بهذا القدر على أن تكون يعني الأفكار واضحة وتصل إلى من تصل. يعني صحيح أن يعني نحن لدينا نماذج كثيرة من حسن الدغيم في الإعلام، في السياسة، في
على أكثر من صعيد يعني. فأنا أنتقد السلوك وأنتقد الوعي، ويعني بمنأى عن استهداف الأشخاص كأشخاص. هو يدعو السوريين كأشخاص لمؤتمر الحوار الوطني، وأنا أنتقد وعي وسلوكيات بعض السوريين مش كأشخاص، مش يعني ما في شيء شخصي بيني وبين حسن الدغيم أو آخرين يعني. الكل وأنا منهم نريد سوريا آمنة مزدهرة متقدمة وطنية ديمقراطية، تحترم المسلم والملحد، تحترم المتدين واللاديني، تحترم المرأة والرجل والطفل، وتضمن مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. شخصيا لا يمكن أكون شاهد زور ومتورط في يعني في محاولة إعادة إنتاج النظام السوري السابق المخلوع والمجرم بطريقة أخرى وفي لبوس آخر. أكتفي بهذا القدر ودمتم بألف خير.